بس خدي بالك، الأنانية دايما في الحب مش مقصودة ولا إزاي بتبقى مش وحشة. مقصودة؟ هقول إزاي مش مقصودة؟ لأ، في أنانية فعلًا بتبقى مقصودة، وبتحسي إن الشخص بيبقى أناني وعايز التاني هو اللي يبدأ. مش شرط، مش في كل العلاقات. أنا شايفة إن طالما الحب موجود وصادق ما بين الاتنين، يعني مثلا أنت راجع من شغلك تعبان ومش قادر وعايز حد يطبطب عليك وعايز حد يحضنك ويهون عليك تعب اليوم اللي انت شفته، كلمت مراتك في التليفون قبل ما بتيجي البيت، تحس في صوتها ان في حاجة غريبة مش على طبيعتها، فبالتالي كده في حاجة غلط. فأنا دلوقتي هبقى ما بين أمرين، يا إما أبقى مستنيها إن هي اللي تطبطب عليا وتهون عليا التعب اليوم كله، يا إما أنا أحتضن تعبها ده وهون عليها انكسارها. متهيألي إن هو لو عمل كده في طبيعة الست بالذات هيلاقي مقابل هو مش متخيله.